السلام عليكم. اليوم أول أيام الجمعة، يعني أول جمعة بعد قرار غلق المعارض اللي تقدم بها رابطة المعارض أيام الجمعة. تم التطبيق في كركوك مثل ما تشاهدون. ساحة البيع المباشر ستشاو حياتهم، ساحة البيع المباشر فارغة، دوريات المرور موجودين، والمعارض كلها ملتزمة. كل المعارض غلقت أبوابها بيوم الجمعة. هذا القرار ساري من هذه الجمعة اتطبقت. بعد أيام الجمعة ماكو لا بيع ولا شراء سيارات في شارع المعارض. هذه جاءت بعد حالات الازدحام الكثيرة. كثير ناس طالبت بحل موضوع هذا الشارع بسبب كثرة الازدحامات الخانقة اللي كان سببها فقط انه مجموعة من الباعة كانوا يوقفون على الشارع هذا. يعني بصراحة المعارض ما كان لهم يد موضوع الازدحامات، كل واحد جالس بمعرضه يبيع ويشتري. لكن كثير من الباعة اللي قسم كبير من عندهم ايضا ما كانوا من داخل مدينة كركوك، كانوا يجون من المناطق القريبة، المحافظات القريبة يوم الجمعة هنا حتى يشترون ويبيعون السيارات. لكن نتمنى انه مستقبلا انه يتم حل موضوع هذا الشارع هذا، حتى ايضا ما تنقطع ارزاق الناس اللي يشتغلون بها، اللي مئات من العوائل رزقهم على هذا الشارع وعلى هذه المعارض. طبعا شكرا لكل من التزم. هذه هي كركوك، محافظة يعني معروفة بثقافتها، معروفة بالتزامها من ايام الكورونا وقبلها. تحياتي لكم جميعا.